انا جاي النهارده انقذ ولاد كتير قوي من حقن عمالين ياخدوها كل اسبوعين، والحقيقه في كبار كمان كتير بياخدوها بلا داعي. حقن البنسلين اتشخصوا غلط من زمان ان عندهم حمى روماتيزميه عشان تحليل ميكروب سبحي عالي، وفي الاخر تشخيص غلط. معاكم دكتور حسام النجار، وده برنامجكم دمتم سالمين، والحلقه دي عن تحليل الميكروب السبحي والحمى الروماتيزميه. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. طفل صحي من النوم رجله وجعاه، ودته مامته لدكتور الاطفال، قال لها ده عنده مشكله نعمل له تحاليل. عمل تحاليل طلع ميكروب السبحي 400. الام رجعت للدكتور بالتحليل او الصيدلي او بتاع المعمل، قال لها ده عنده حمى روماتيزميه. بدانا البنسلين، بتلف عليه بقى لها اسبوعين، والولد بدا ياخده، وكل اسبوعين الدوخه على حقنه البنسلين الناقصه، وهو اصلا ما عندوش حمى روماتيزميه. الأول، يعني إيه تحليل ميكروب سبحي؟ يعني أجسام مضادة ضد الميكروب السبحي اللي هو أكتر ميكروب عايش معانا، عايش على الجلد وفي الجهاز الهضمي وفي الجهاز التنفسي وفي الزور، والولاد بيجي لهم التهابات زور كتير. معناه إيه تحليل الميكروب السبحي؟ معناه إن الولد تعرض للميكروب السبحي ال3 ل6 شهور اللي فاتوا. يعني مش معناه إن عنده دلوقتي، لا مش معناه إن عنده دلوقتي، ده التحليل بيبدأ يعلى بعد أسبوع من نهاية الميكروب، وبيفضل يعلى 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 لغايه 3 ل6 شهور، ويبدا ينزل بعد ال6 شهور. 3 هو كده لازم العيل اللي عنده الانتي ستريبتولايسين او تتر ده 400 او 600 او 800 عالي ياخد بنسلين؟ لا الحقيقه، لانه مش كل عدوى بيتعرض لها الطفل بالميكروب السبحي بتقلب الى حمى روماتيزميه. اولا لازم يبقى فيه حمى، ثانيا لازم يبقى فيه لغط في القلب وبنعمل ايكو عشان نطمن على الصمامات، لازم يكون فيه مشاكل في الاعصاب، لازم يكون فيه مشاكل في الجلد. لو ما عندوش حاجه من الحاجات دي كلها، ما عندوش كمان التهاب في المفصل احنا اللي بنعرفه بالكشف، يبقى ما عندوش حمى روماتيزميه، يبقى مش محتاج بنسلين. لو حتى محتاج، هيبقى محتاج انه ياخد جرعه عشان تعالج الميكروب لما نعمل مزرعه من الزور عشان نتاكد ان لسه في عدوى. وبالتالي رجاء اي ام او اي حد سمعني عمل تحليل الميكروب السبحي وبياخد بناء عليه بنسلين عشان وجع في العظم، يعدي على اقرب دكتور روماتيزم، هيعمل له ايكو، يكشف على المفاصل ويكشف على الجلد. وفي الغالب بنوقف البنسلين عشان نخلي البنسلين للمرضى اللي محتاجينه فعلا، اللي هم مرضى الحمى الروماتيزميه او الحمى القرمزيه. ودمتم سالمين.